الحلة كانت وما زالت من أهم المدن العالمية لما تحملها من تراث ديني وثقافي وعلمي، التي أنارت الكثير من الحضارات الإنسانية المتعاقبة. ومن منطلق الحفاظ على التراث الحلي وإبراز دور أبناء هذه المدينة، أسست العتبة العباسية المقدسة مركز تراث الحلة، كون أن للمدينة أهمية كبيرة في التراث العراقي الإسلامي فضلا عن الديانات السماوية الأخرى. مركز تراث الحلة التابع للعتبة العباسية المقدسة أسس على وجه التحديد من قبل 2 أو أقل بقليل. الهدف من التأسيس والنشأة هو إبراز هوية المدينة الحقيقية الحلية بانتمائها لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المركز هدفه إحياء تراث أهل البيت. المركز كذلك عنده من المشاريع الكثير منها من لاح وظهر إلى الأفق من مؤلفات وإصدارات وما شاكل ذلك، كالمجلة المحكمة التي ستظهر إلى عالم النور إن شاء الله تعالى، والمجلة العامة الفصلية، كلا المجلتين فصليتين، واحدة محكمة على غرار مجلة الجامعة التي هي محكمة، ومجلتنا مجلة مركز تراث الحلة محكمة، والمجلة العامة التي صدرت بحمد الله تعالى عامة لأهالي الحلة بثقافتها التراثية الحلية الصرفة البحتة، صدرت بعددها الثاني، والعدد الثالث على وجه التحديد سيصدر قريبا إن شاء الله تعالى. إن الأهداف من تأسيس هذا المركز هو الحفاظ على تراث هذه المدينة وأرشفة المعلومات التاريخية حول المدينة، بالإضافة إلى أبراز الشخصيات الحلية التي لها تأثير في المجتمعات، وتفعيل البحوث والدراسات الأكاديمية من خلال جمع وتحقيق المخطوطات الخاصة بالمدينة. وكل هذه الأعمال تأتي من خلال الأقسام المتنوعة في المركز. تنقسم الدراسات في هذا المركز إلى عدة أقسام، منها أهم هذه الأقسام هو قسم الدراسات، وهذا القسم حقيقة يهتم بالدراسات الحلية. والدراسات الحلية فيه عدة محاور. أولا محور الذكر من مشاهير أعلام الحلة اللي المركز تصدى لموسوعة مهمة وهم مشاهير أعلام الحلة، وكذلك معجم مؤرخي الحلة ومعجم شعراء الحلة. وقسم آخر فيه قسم التحقيق، وهو تحقيق المخطوطات التابعة لعلماء الحلة. وحقيقة أصبح للمركز حوالي أكثر من 2000 نسخة خطية تابعة لعلماء الحلة منذ تأسيسها ولحد هذه الساعة. إن أفضل ما يوصف به المركز وطبيعة عمل المركز هو مشابه بطبيعة عمل خلية النحل، إذ تشترك مختلف الوحدات المتواجدة في المركز في الإسهام في رفع من حالة ونسب الوعي الديني والثقافي والمعرفي في محافظة بابل. يتمثل عمل وحدة الطف بوصف مندوبا عنها بالبحث في التراث البابلي المتعلق بقضية الطف والقضية الحسينية بصورة عامة. ولقد نهضت وحدة الطف بالتشارك مع مختلف الوحدات العاملة في المركز بعدة مشاريع نهضوية ومعرفية كاملة، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع الموسوعة الحسينية للشعر الحلي، وموسوعة خطباء الحلة، وموسوعة علماء الحلة. الحلة التي تأثرت بها الكثير من الحضارات، ابتداء من الحضارة البابلية مرورا بالحضارات المتعاقبة ووصولا إلى الحضارة الإسلامية، حيث إنها احتضنت الحوزة العلمية الشريفة لحوالي 389 عاما، إضافة إلى نشاطات أبنائها في مختلف المجالات الثقافية والفنية والأدبية وإلى يومنا هذا. لبرنامج المسلة نور فاضل.